ذات مرة قلت: أنت كفرح العشق الأول. الفرح والمتعة، ما الفرق بينهما؟ جميل. الفرح والمتعة. في السنة الأولى من تخصص الطب لم تكن عندي سيارة، فكنت دائما في كل صباح أخذ إفطاري أو أشتري إفطاري من السوق وأجلس على الرصيف قبل الدراسة أو قبل بداية الدوام، وكانت السيارات تمر علي يمنة ويسرة، فهذا يقف ويسألني: هل تريد حاجة؟ الآخر يقف ويقول لي: أوصلك إلى مكان. الثالث يقف لي ويقول لي: كيف أساعدك؟ وأنا كنت مستغربا من هذا، وأقول في نفسي: دشداشتي بيضة وإفطاري معي وحقيبتي بيدي ولست حزينة، أنا حيث أجلس في الرصيف سعادتي والسائقون يرونني مسكينة. المتعة هي فن تذوق الحياة. أنا أستمتع بالجلوس على الرصيف حتى أشارك المارة والسيارات بهجة الحياة، حتى أكون واحدا في هذا الكون الجميل. هذه المتعة هي كيف نستطيع أن نستخرج الفرحة من أبسط الأشياء. المتعة هي السبيل، هي الوسيلة التي من خلالها نستطيع الحصول على الفرح. إذن الفرح هو غايتنا من كل متعة. هذا أولا. ثانيا، المتعة قد تؤدي في نهايتها إلى تأنيب الضمير وإلى الارتباك وإلى الانتحار أحيانا، لأنها تحصل بتحقيق الرغبة. أما الفرح فغالبا يكون بتحقيق قيمة. أنا أحب أن أتقن عملي، إذا أتقنته فقد حققت فرحي. وكذلك أستاذ عبد الله، نحسب دائما أن من يمتلك متاعا كثيرا هم أسعد الناس، وهذا ما يتحقق لأولاد الملوك. روي عن عبد الله بن المبارك أنه يقول: رحمة الله عليه: لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من السعادة والفرح لجالدونا عليها بالسيوف. هذا هو الفرق بين الفرح والمتعة. شكرا يوسف، لقد أمتعتنا في هذا الحديث.